5 الفجر بتوقيت جرينتش، 8 صباحا بتوقيت مصر، والذهب قفل امبارح شمعة الإغلاق الشهري عند 3302، وده إغلاق فوق منطقة المقاومة اللي اتكلمنا عليها امبارح من 3275 ل 3285، وبالتالي يكمل النهارده صعود حتى 3325. عندنا دلوقتي مستهدف عند قمة 3350 منطقة المقاومة الرئيسية، وعندنا منطقة دعم 3275. الدهب اتحرك امبارح بسبب احتمالات تخفيض الفايدة في شهر يوليو، واحتمالات تسمية أو تعيين محافظ جديد للفيدرالي، مع الأخذ في الاعتبار إن جيروم باول مكمل لغاية شهر مايو، بس ترامب بيفكر يبتدي يعلن عن المحافظ الجديد عشان تبتدي الأنظار تتجه إليه بدلا من جيروم باول. طبعا المحافظ الجديد هيبقى جاي على هوا ترامب، وهيبتدي يعلن في الغالب عن تخفيضات للفايده الفتره اللي جايه او اول لما يمسك، وده طبعا هيكون له تاثير سلبي جدا على الدولار وايجابي للذهب. هحدث على مدار اليوم اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي او التحليل الفني. اما فيما يخص الذهب المحلي، عيار 21 4620، عيار 24 5280، الجنيه الذهب 37 390.